يا مساء الخير، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو عايزين نتكلم فيه عن بعض الحاجات اللي كنا عملنا لها هايلايت قبل كده، بس بنأكد عليها تاني لأن في ناس سألتني عنها كتير اليومين اللي فاتوا بخصوص الإنجليش. بس لو انت مش عامل لنا فولو، دوس على علامة الزائد اللي على الصورة واعمل لنا كومنت بالحاجات اللي انتوا عايزين نقولها بعد كده، او المواضيع او الأسئلة اللي انتوا عايزين تسألوها. ما تنسوش تعملوا اكسبلور عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. كنا اتكلمنا قبل كده في موضوع ان لو انت عايز تتكلم انجليش بسرعة او بطلاقة من غير اي تهتهة او من غير اي اعطال في الكلام، او انك تقف وتفضل ترجع تاني وتفضل ومش عارف وستاترنج والكلام ده كله. قلنا الحل في الكلام ده كله ان انت ما تفكرش بالعربي قبل ما تتكلم. انت دلوقتي عندك الاوت كام، عندك الكلمات، عندك الجمل، يعني بتعرف تكون جملة صحيحة باسمه يعني بالجرامر يعني. فالحل الوحيد دلوقتي او الحاجة الوحيدة اللي لسه باقية ان انت تتعلم ازاي ما تترجمش الجمل بالعربي الاول وبعد كده تتكلمها بالانجليزي، او ما تتكلمش بالعربي وبعد كده تتكلم بالانجليش. لا، اتعود ان انت الكلام تفكر بيه بالانجليش وتطلعه على طول زي ما هو بالانجليش. ما تعملش ترانسليشن في دماغك وبعد كده تقول طب كلمة يلعب يعني بلاي. طب انا عايز اقول ده راح يلعب او هو ذهب للعب مثلا، اقولها he went to play. مفيش الكلام ده. مع الوقت حاول تدرب نفسك عليها في الاول واحده واحده. you will get used to it، يعني هتتعود عليها وفي نفسك هتلاقي نفسك على طول بتتكلم وبتنطق بالانجليش مباشره على طول من غير ما تترجم الكلام، لان ترجمه الكلام بالعربي في الاول وبعد كده نطقها بالانجليش هو ده السبب الوحيد اللي ما بيخليكش فلوينت في الانجليش، اللي ما بيخليكش تتكلم بسرعه، واللي بيخليك تتكلم لمده 5 او 10 دقايق وبعد كده تعطل وتفضل تتهته وما تكملش. حاول تنطق الكلام على طول او تتكلم من غير ما تترجم بالعربي، وان شاء الله هتلاقي نفسك اتقدمت او اتحسنت في مستوى الانجليش كتير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واكسبلور وفولو للبيج، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.